اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم ان امهات قريه اتميده واخواتنا وحبايبنا بيعملوا عظمه. النهارده قرروا ان هم يعملوا محشي تاني، محشي كوسه ومحشي ورق عنب ومحشي خس. هم بيقولوا زي ما بنعمل في بيوتنا لازم نطلع النتيجه ديت، لازم نعمل للناس برضو احسن وانضف واعز حاجه لازم تروح لهم هم. يا رب بألف هنا بألف صحه ليهم. وبرضو احنا ما نسيناش اخواتنا الموجودين في المستشفى، 19 اسره الموجوده في المستشفى، احنا الحمد لله وبفضل الله برضو الوجبات تروح لهم لغايه عندهم. النهارده لحمه ومحشي زي ما حضراتكم شايفين، وبرضو لازم معاهم الطماطم وخيار. الوجبه كامله متكامله من الزبادي برضو وبلح، مفيش تقصير من ناحيه اي حاجه. احنا دلوقتي في العد التنازلي، باقي من الزمن 5 ايام، هم 5 ايام بس في الموضوع. يعني ايه ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه بامر الله على الف خير يا رب. دي السنه 13 واجبات اطعام الغير قادرين. بنكرر تاني وبنعيد، نحن لا ننتمي لاي جمعيه نهائيا، دي مجموعه اطعام غير القادرين. بقالنا 13 سنه على هذا المنوال، بس احنا ما بننتميش لاي جمعيه خالص خالص. ونرجع تاني لموضوعنا برضو، دوت زبادي. والحاجه بتتغسل كويس يا جماعه، اقول لكم الخضار والخيار والطماطم لازم يتغسل كويس جدا، لان احنا بنسلمهم الحاجه على اكل مباشره. اي حاجه احنا بنديها لهم تدخل على الاكل مباشره، حتى البلح برضو. كل حاجه الحمد لله بفضل الله بتكون مغسوله ونظيفه، نسلمها لهم على اكمل وجه. الحاجه بتتفرز الاول وبتتغسل زي ما انتم شايفين. وبرضو البلح احنا بنشوف لو في بلحيه فيها حاجه احنا بنطلعها من وسط البلح. الحمد لله بفضل الله، بفضل دعواتكم ووقوفكم جنبنا ومساندتكم وتبرعاتكم ومشاركتكم معانا. الحمد لله عدى 25 يوم على أكمل وجه. 25 يوم بفضل الله وبفضل دعواتكم وتبرعاتكم ومشاركتكم معانا. شيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد كتير، وما تنسوش دعواتكم لينا. عايزة أقول لحضراتكم برضو دي صورة من الحاجة بعد ما الحمد لله بنخلص كل حاجة بنغسلها ونرتبها، ولازم الحاجة عشان نستعملها على أنظف حاجة. زي ما بنعمل في بيوتنا بنعمل وبنراعي ربنا وبنتقي ربنا في كل حاجة. شاركونا لفرحة إطعام غير القادرين. مجموعة الخير بتتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. السلام عليكم.